السلام عليكم. أنا هتكلم دلوقتي على برمجة الجي 2 والجي 3 في حالة الخراطة. كلنا عارفين إن الجي 2 بتستخدم في حالة الدوران أو عمل الكيرفات اللي في اتجاه عقارب الساعة. الجي 3 أعمل الدورانات لعكس عقارب الساعة. أنا بعمل الجدول بتاعي. لو دي الشغل عندي ده بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 بوينت 4. بعمل الجدول بتاعي ادي البوينت 1 2 3 4 اللي بتعبر عن النقاط دي. بابا احداثيات النقطة اكس وزد بتاع نقطة واحد شغال على الابعاد المطلقة الجي 90. هنلاقي ان الديامتر هنا عند 40، يبقى عندي اكس بتاع واحد ب40. الزد هي ما اتحركتش في الزد، يبقى الزد بتاعتها بزيرو. النقطة 2 اتحركت في الزد بمقدار السالب 20 والاكس عندي ب40 زي ما هي. نقطة 3 هي دي، هكتشف ان القطر عندي بقى 60، يبقى احداثيات اكس ب60 والزد زودت ال10 دول بقت بالسالب 30. بوينت 4 الاكس ب60 والزد بسالب 60. نيجي لخطوة البرنامج. برمج كالآتي. هنا بستخدم احداثيات اللي هي الاي والكي. البرنامج بيكتب كالآتي: جي 2 احداثيات اكس وزد للنقطة اللي انا عايز اروح لها. انا في البرنامج بتاعي طبيعي ببقى ماشي بين النقطة واحد للنقطة 2، فالقلم دلوقتي واقف عندي هنا. عايز بقى اعمل خطوة البرنامج بتاع جي 2 او جي 3. انا دلوقتي ده اتجاه عقارب الساعة، تبقى جي 2. انا دلوقتي في النقطة 2 وعايز اروح للنقطة 3. بكتب البرنامج بتاعي جي 2، القلم بتاعي واقف هنا. عايز اروح للنقطة 3. احداثيات النقطة 3 في اكس وزد نجيبها من الجدول 60 وسالب 30. والار بتاعتي هو مديها لي ب 10، كتبت ار ب 10. طب ايه حكاية بقى الاي والكي؟ الاي والكي ببص للنقطة اللي انا فيها وبدور على بعد النقطة اللي أنا فيها. بدور على بعد النقطة اللي أنا فيها وبين مركز الدوران اللي أنا هلف حواليه. لو ده مركز الدوران بتاعي، احنا لو عملنا الإحداثات بتاعتنا هنلاقي إن ده السنتر لاين اللي هيدور حوالين الكيرف ده. فتعالى ندور في بعد النقطة اللي أنا فيها من السنتر لاين ده. لو مشينا في الإكس هنلاقي إن المسافة دي مقدارها 10. المسافة دي مقدارها 10. الاي بتبقى مع الاكس، الاي مع الاكس. وانا عندي في الخراطه احداثيين اكس وزد، والجي مع الواي. انا ما عنديش هنا واي ولكن عندي زد، تبقى الكي مع مين؟ مع الزد. طيب انا بقول ايه؟ بقول ان انا واقف في نقطه 2 والنقطه اي بيبقى بعد النقطه اللي انا واقف فيها عن مركز الدوران. المسافه دي مقدارها قد ايه؟ مقدارها 10. عشان كده نكتب في البرنامج بتاعي ان الاي ب10. طب الكي بعد النقطة اللي انا واقف فيها برضو من مركز الدوران. لو مشينا بالاحداث ده المركز الدوران هلاقيه منطبق عليه، يعني لا همشي في الاتجاه ده ولا همشي في الاتجاه ده، فبالتالي تبقى عندي الكي بكام؟ بزيرو. اما لو افترضت في اي برنامج عندي ان مركز الدوران مش منطبق مع النقطة دي، في الحالة دي كان هيكون الاي لها قيمة والكي ليها قيمة تانية. أشكركم.